يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. هنروح النهاردة نعمل قهوة حلوة بالايروبريس. لما تيجي تعمل قهوة حلوة، رقم واحد لازم تختار نوع قهوة يكون حلو، يديك إيحاءات حلوة ويديك طعم حلو وتحميصه يبقى ممتاز. أنا هنا اخترت يالدس كوفي اسطنبول بلند، واللي هيقول لي إن البلند ده ما ينفعش فلتر هقول له جرب وبعدين اتكلم. الحاجة التانية، المطحنة اللي أنا هستخدمها النهاردة المطحنة الميكاب MX دي مطحنة بروفيشنال إيطالي، ودي هتودي الايروبريس في حتة تانية لأن تناسق الطحن فيها عالي جدا. الفاين جرايند أو الطحنات الناعمة اللي بتعمل مرارة في القهوة الفلتر شبه معدومة، فده هيخلي استخلاص الايروبريس مفهوش أي مرارة وهيبقى رايق جدا، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله. المية أنا بستخدم مية معدنية دساني، درجة حرارة المية 91. أصب الأول، أعمل شوية بلومينج، أخرج الغازات اللي جوه القهوة، وبعد كده نصب الصبة كاملة وبسيب القهوة 4 دقايق كاملين. بعدها بقلب تقليبة في النص، أقفل عليها، وبعدين ببدأ أضغط. هنا أنا بتعمد إن الضغطة تبقى خفيفة جدا جدا جدا، واسيب القهوة في الاستخلاص تنزل على مهلها علشان الطعم ما يبقاش مر، لان تحميصة القهوة دي معمولة الى حد كبير تمشي مع الاسبريسو، فانا عايزها تديني فلتر ما يكونش مر. ده الشكل النهائي للمشروب، شايفين لونه وطعمه بجد حكاية وجامد جدا. تصبحوا على خير.